قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الأوزبكي بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين بدولة أوزبكستان. وتمكن المنتخب الوطني من بسط سيطرته على مجريات المواجهة منذ الدقائق الأولى، وذلك من خلال العديد من المحاولات التي أثمرت أول الأهداف عن طريق اللاعب خالد بوزيد. ليتمكن منتخب أوزبكستان من تعديل الكفة، في المقابل تواصل ضغط المنتخب المغربي لينجح سفيان المسرار في توقيع هدف ثاني، لينتهي المشهد الأول بتقدم كتيبة هشام الدكيك. وفي الشوط الثاني استمرت محاولات التسجيل من طرف المنتخب الوطني، ليأتي الهدف الثالث والرابع بواسطة كل من البقالي وحمزة إمزال، ليعود منتخب الفوتسال لتوقيع خامس الأهداف من قدم اللاعب إدريس الرايس الفني، ليتوصل تألق النخبة الوطنية بتسجيل إصابة سادسة من أناس العيان، ليأتي هدف ثان للأصحاب الأرض، وتنتهي مجريات المواجهة بفوز المنتخب المغربي. وتدخل هذه المباريات الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني داخل القاعة للاستحقاقات المقبلة. ويشار إلى أن أبناء الدكيك يضربون موعدا في ثاني مبارياته مع نفس المنتخب الجمعة المقبل.